لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ داخل قرية في النمسا، لما بنشوف بنت عمرها 15 سنة اسمها سيمي. كانت بتعاني من زيادة الوزن المفرط، وقررت إنها تروح تقضي كام يوم مع خالتها على أمل إنها تساعدها في نزول وزنها. وبنعرف إن كلوديا خالة سيمي تبقى مؤلفة مشهورة في كتب الصحة والتغذية، وبتكون عايشة في بيت منعزل بعيد عن المدينة. ولما سيمي بتوصل لبيت خالتها بترحب بيها وبتكون سعيدة جدا بزيارة بنت أختها. وكلوديا بتعرف سيمي على ابنها فليب وجوزها ستيفان، وبنعرف إن ستيفان مش هو أبو فليب، وإن كلوديا اتجوزت ستيفان بعد ما اتطلقت من أبو فليب. وسيمي كانت مخططة إنها تقعد لمدة أسبوع عند خالتها، ولكن كلوديا قالت لها إنها ما ينفعش تقعد عندها غير 5 أيام وبس، لأن في اليوم السادس هيحتفلوا بعيد اسمه الحصاد، وده طقس شخصي لأسرتها وبس. وكلوديا بتعرفها إنها هتنام مع ابنها فليب في الأوضة بتاعته. وفي الليل وأثناء ما الأسرة كانوا قاعدين مع بعض علشان يتعشوا، سيمي بتلاحظ إن كلوديا وستيفان ما أكلوش حاجة، ومفيش غير فيليب هو اللي بياكل معاها. ولما سيمي بتسألهم ما بتاكلوش ليه، كلوديا بتعرفها إنهم صايمين. وبعد ما سيمي بتدخل للأوضة بتاعتها بتفضل تبص في المراية، وبتكون عايزة تخس بأي طريقة علشان تكون جذابة زي باقي البنات، بس بتكون محرجة إنها تطلب من خالتها المساعدة. وفي اليوم التاني لسيمي لما بتقوم الصبح وبتروح تتمشى في الغابة، فجأة بتلاقي هيكل خشبي شكله غريب، فبتتوتر وبترجع للبيت. وفي الليل سيمي بتلاحظ إن كلوديا وستيفان بيتخانقوا مع بعض، ولما بتروح تسألهم عن السبب، كلوديا بتقول لها إن ابنها فليب هرب من البيت. ولما التلاتة بيخرجوا يدوروا عليه في الغابة بيلاقوه قاعد عند الهيكل الخشبي، فبياخدوه وبيرجعوا للبيت. وفي نفس الليلة دي كلوديا بتقعد مع سيمي على انفراد وبتقول لها إنها عارفة إن سبب زيارتها دي علشان عايزة تنزل وزنها، وبتبلغها إنها ما عندهاش مانع إنها تساعدها في ده، بس لازم تسمع كلامها. وساعتها سيمي بتوافق وبتفرح جدا. وعلى العشاء كلوديا بتحضر الأكل على السفرة، ولكنه بيكون محطوط لفليب وبس. ولما سيمي بتحاول تقرب من الأكل، كلوديا بتمنعها، وبتشرح لها إنها لازم تصوم خلال الفترة اللي قعدها معاهم، ده لو عايزة تخس بجد. وساعتها سيمي بتتفاجئ، لأنها ما كانتش متوقعة إن قواعد التخسيس صارمة بالشكل ده، ولكن لأنها عايزة تخس فعلا بتوافق على كلام خالتها. وفي اليوم التالت لسيمي وأثناء ما كانت بترمي بواقي الأكل في الزبالة، الجوع بيبدأ يسيطر عليها، ولكنها قدرت تقاوم ومرضيتش تاكل. وفي الليل كلوديا بتوزن سيمي على الجهاز، وبتعرفها إنها هتراقب وزنها كل يوم، وبتحذرها إنها لو كسرت القواعد اللي متفقين عليها هتبطل تساعدها. وفي اليوم الرابع لسيمي ما بتكونش أكلت حاجة من 3 أيام، وبتكون مكتفية بشرب المية وبس. وبعد شوية كلوديا بتنده على سيمي وهي متضايقة، لأنها لقيت ورقة شوكولاتة فاضية في شنطة سيمي. ولما بتسألها ليه أكلت مع إنهم متفقين إنها تفضل صايمة، سيمي بتقولها إن ورقة الشوكولاتة دي مش بتاعتها، وإن ممكن يكون فيليب هو اللي حطها في الشنطة. ولكن كلوديا مش بتصدقها، وبتحذرها لآخر مرة إنها لو كسرت القواعد مرة تانية هتبطل تساعدها. وبعدها لما سيمي بتدخل الأوضة على خالتها وبتحاول تبص على دفتر الملاحظات بتاعتها من باب الفضول، كلوديا بتقفل دفتر الملاحظات بسرعة، فسيمي بتتحرج وبتاخد بعضها وتمشي. ولما سيمي بترجع للأوضة بتاعتها علشان تنام، مش بتقدر بسبب الجوع، وبتقرر إنها تروح تاكل أي حاجة من التلاجة. بس أول ما بتوصل لهناك بتلاقي ستيفان في وشها، والغريبة إنه بيفضل يقرب منها بطريقة مش مظبوطة، فسيمي بتخاف منه جدا وبتطعنه بسكينة كانت جنبها. ولكنها فجأة بتقوم من النوم وبتعرف إنها كانت بتحلم. وفي اليوم الرابع لسيمي في بيت خالتها، الوضع بيفضل زي ما هو، بيتم تقديم وجبة الفطار لفليب وبس. وسيمي بتفضل تبصله والجوع اللي فيها لا يطاق. وبعدها سيمي بتدخل الأوضة على فليب وبتلاحظ إنه عمال يبكي،
ولما بتروح تسأله إذا كان ستيفان بيضربه أو بيحاول يأذيه، فيليب بيفاجئها برد وبيقول لها إن ستيفان ده راجل مغفل وإنه مش خايف منه، ولكن الخوف كله من أمه كلوديا، لأن هي الشخص الوحيد اللي ممكن يأذيه فعلا. وساعتها سيمي بتستغرب، لأن كلوديا كانت دايما مهتمة بابنها فيليب قدامها، وبتقوله إنه غلطان وإن أمه بتحبه. ولكن فيليب بيصر إن سيمي مش عارفاها كويس، وإن كل اللطف اللي شايفاه من خالتها ده مزيف. وفي الليل لما سيمي بتواجه كلوديا بالكلام اللي قاله فيليب، كلوديا بتنهار من البكا وبتقول لها إن ابنها فيليب مريض نفسيا، وإنه هرب من البيت كذا مرة قبل كده وهم رجعوه. وبسبب الانهيار اللي بتكون فيه كلوديا، سيمي بتبدأ تتعاطف معاها وبتصدق إن فيليب ممكن يكون مريض فعلا. وبعد ما سيمي بتدخل للأوضة بتاعتها، بتلاقي فيليب نايم وهو ماسك سكينة، وبيقول لسيمي إنه هيقتل أمه في يوم من الأيام. وفي اليوم الخامس لسيمي، بتصحى الصبح وبتشوف خالتها كلوديا وهي بتدفن حاجة معينة في جنينة البيت. وبعد ما كلوديا بتمشي، سيمي بتروح تتحقق بنفسها، والمفاجأة لما بتلاقي إنها دفنت دمية مع صورة فيليب وكأنها طقوس شريرة. فسيمي بتترعب جدا، ولما بتروح تتصل بأمها وبتحكي لها عن اللي شافته، أمها بتقول لها إن أختها كلوديا بتؤمن بالحاجات الروحانية زي السحر، ولكنها متأكدة إن أختها مش ممكن تأذي أي حد. ولما بتسأل بنتها هل عايزاني أجي أخدك لو خايفة، وقبل ما سيمي ترد عليها، كلوديا بتدخل الأوضة على سيمي اللي بتضطر إنها تقفل المكالمة. وبعد شوية سيمي بتتسلل لأوضة خالتها كلوديا، وبتروح تفتح دفتر الملاحظات بتاعتها، واللي شافته في الدفتر ده كان مرعب جدا، رسومات لرموز شيطانية وطقوس خطيرة عن أكلي لحوم البشر. وساعتها سيمي اتأكدت إن في حاجة مش مظبوطة في البيت ده، وإنها مش هتكون في أمان لو قعدت هنا أكتر من كده. ولكنها بتقرر إنها تقعد لبكرة لأنه اليوم السادس والأخير ليها أصلا، زي ما اتفقت مع خالتها. وفي الليل وأثناء العشاء، سيمي بتفضل تترجى خالتها إنها تسمح لها تاكل ولو حاجة بسيطة، ولكن كلوديا بترفض. ولما سيمي بتصعب على فليب وبيحاول يديلها الأكل، كلوديا بتضربه بالقلم على وشه. فسيمي بتستغرب من رد فعل خالتها، ولما بتدخل للأوضة بتاعتها، بتعرف فيليب إنها ماشية بكرة، وبتعرض عليه إنه يجي يعيش معاها في البيت بتاعها لو متضايق من العيشة هنا. وبالفعل فيليب بيوافق، وبيتفقوا إنهم يمشوا مع بعض الساعة 7 الصبح. ولكن تاني يوم سيمي بتصحى متأخر وبتلاحظ إن الساعة بقت 8، فبتقوم بسرعة وبتفضل تدور على فليب، ولكنها مش بتلاقيه موجود في البيت. وبتتأكد إنه مشي لوحده لما ستيفان وكلوديا بيبلغوها إن فليب هرب، وبيكونوا متضايقين جدا لأن النهاردة بالليل هيحتفلوا بعيد الحصاد، وكان لازم فليب يحتفل معاهم علشان كل حاجة تمشي زي ما كان مترتب لها. ولما سيمي بتروح تلم شنطتها علشان تمشي، بتلاحظ إن فليب بعت لها رسالة على الموبايل، والرسالة دي بيكون فيها صورة ليد فليب وهو بيعمل حركة مش محترمة بصباعه. فسيمي بتتضايق جدا من فليب، وفي نفس الوقت خالتها كلوديا بتروح تقول لها إنها ممكن تقعد لبالليل وتحتفل معاهم بعيد الحصاد بدل فيليب، خصوصا إنها صايمة زيهم. وبسبب خداع فيليب لسيمي وكمان استفزازه ليها بالصورة اللي بعتها، بتوافق إنها تحل محله في عيد الحصاد وتحتفل مع الأسرة. وفي الليل الأسرة بتبدأ بالاحتفال، واللي بيكون عبارة عن وليمة كبيرة من اللحوم، والقعدة بتكون معمولة في جنينة البيت، وستيفان بيولع الشموع حوالين السفرة. ولما الأسرة بتبدأ تاكل وسيمي بتدوق اللحمة، بتلاحظ إنها مش شبه أي لحوم أكلتها قبل كده. وبعد ما بيخلصوا الاحتفال والأكل، سيمي بتدخل للأوضة بتاعتها علشان تريح، ولكنها بتلاحظ إنها مش قادرة تنام بسبب كمية اللحوم اللي أكلتها. ولما بتبص تحت السرير بتاعها وبتلاقي السكينة اللي كانت مع فليب،
بتتصدم وبتسأل نفسها هو ليه سابها هنا. ولما بتفتح الصورة اللي بعتها لها فليب وبتركز فيها أكتر، بتلاحظ إن موجود جنب منه فاس، وبتفتكر إنها شافت الفاس ده قبل كده في الجنينة. فبتبدأ تشك إن فليب لسه موجود في البيت. ولما بتفتكر إن القبو هو المكان الوحيد اللي مدورتش فيه، بتقرر إنها تروح للقبو. وبالفعل بتلاقي فليب موجود هناك، ولكن وهو ميت وجسمه متقطع لأجزاء، ومش باقي منه غير شوية عضم. فسيمي بتتصدم من المنظر، وبتتصدم أكتر لما بتعرف إن اللحمة اللي أكلتها في احتفال عيد الحصاد واللي افتكرت إن طعمه مختلف كان لحم فليب، اللي كلوديا وستيفان قتلوه وعملوا كده علشان ينفذوا الطقوس المرعبة اللي شافتها في دفتر كلوديا. وكمان بتعرف إن كلوديا وستيفان هما اللي عملوا صباع فيليب بالشكل اللي مش محترم ده، وصوروه وبعتوا الصورة لسيمي علشان تكره فيليب. فسيمي بتنهار وبتفضل تبكي. وفي اللحظة دي ستيفان بيروح لسيمي وبيقول لها انت كده شجاعة باللي عملتيه، وبيعرفها انه هيرجعها للبيت بتاعها بس بشرط انها ما تقولش لحد عن اللي حصل. وساعتها سيمي بتتظاهر انها موافقة. ولما بيمشوا مع بعض، سيمي بتكون ماسكة سكينة فيليب في ايديها، وأول ما ستيفان بيلف وشه، سيمي بتطعنه بالسكينة وبتطلع تجري في الغابة. وساعتها ستيفان بيفضل ينده على كلوديا علشان تيجي تساعده. وبعدها هما الاتنين بيروحوا للغابة علشان يدوروا على سيمي، واللي بتكون تعبت من الجري وبتقف تريح شوية. وأول ما بتلاقي الهيكل الخشبي اللي شافته قبل كده موجود قدامها، بتروح تقرب منه، ولحسن الحظ بتلاقي جيركن بنزين موجود جواه. فبتاخده وبتفضل تكب البنزين حوالين الهيكل الخشبي. وفي الوقت ده كلوديا بتوصل لها وبتفضل تترجاها إنها توقف اللي بتعمله، وبتعرفها إن الطقوس اللي تمت دي كانت لغرض معين. ولكن سيمي بترفض تسمعها، وبتروح تقرب منها وبتكب باقي البنزين على جسمها، وبتولع فيها النار وهي حية علشان تخليها تتشوي. وبعدها سيمي بتقدر توصل على الطريق، وبتلاقي هناك ستيفان وهو موجود جنب العربية بتاعتهم، وعمال يتألم من أثر الطعنة. وبيطلب منها تقتله بالبندقية علشان تريحه من ألمه، لأنه مش قادر يمسك البندقية ويخلص على نفسه. ولكن سيمي مش بترضى تعمل كده علشان تخليه يعاني ويتألم قبل ما يموت، لأن اللي عمله هو وخالتها في فليب ما كانش هين. وفي نهاية الفيلم بنعرف إن عيد الحصاد ده هو طقوس لطائفة شيطانية، وإن كلوديا وستيفان كانوا من أتباع الطائفة دي، وبيعتقدوا إن التضحية بشخص وأكل لحمه ده بيخلي الشيطان يمنحهم القوة في حياتهم. وكلوديا قررت إنها تضحي بابنها، واللي بيأكد ده هو إن فليب الوحيد اللي ما كانش صايم مع الأسرة، لأن هو الضحية أصلا. وإن كلوديا كانت بترتب لده من الأول، وضحكت على سيمي وخلتها تصوم بحجة التخسيس. ولكن الحقيقة ده كان علشان تاكل معاهم من لحم فليب وتنضم للطائفة بتاعتهم، وبعدها يضحوا بيها زي ما عملوا مع فليب. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.